يا مساء البطولات اللي ما خدتهاش صديقي الملكي، مساء التألق والصفقات، وأهلا بيك في تقرير ناري عن موسم الانتقالات الملكي. خلينا نبدأ على طول. لكن يا صديقي، قبل ما نبدأ اوعى تنسى الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس بدل ما أزعل وما أعملش فيديوهات تاني. أول خبر وبالنسبة لي أهم خبر رسميا، ألفارو كاريراس ظهير أيسر جديد لريال مدريد. أخيرا وبعد حيرة طويلة ريال مدريد حسمه وتعاقد مع الظهير الأسباني ألفارو كاريراس من بنفيكا. الصفقة تمت خلاص صديقي الملكي، والإعلان الرسمي هيكون بعد يوم 25 مايو. طب ليه 25 مايو؟ عشان كاريراس يلعب آخر ماتش مع بنفيكا في نهائي كأس البرتغال. وللعلم تشابي ألونسو هو اللي طلب التعاقد معاه شخصيا، وده أول طلب من المدرب الجديد، وادي الطلب اتحقق. اللاعب هيمضي عقد مدته 6 سنين، والصفقة كلفت ريال مدريد حوالي 50 مليون يورو. ونسيبنا من الكلام عن شبح بيريز اللي كان عايز ياخده من مانشستر يونايتد ب35 مليون يورو بطرق عجيبة كده. الراجل طالع على نياته ودخل البيت من بابه، وبالطريقة ديت اللاعب هيشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية. وللعلم كاريراس كان في أكاديمية ريال مدريد زمان، لكنه سابهم وراح لمانشستر يونايتد عشان ما خدش فرصته. دلوقتي راجع بس الصفقة كبيرة. هو كده ريال مدريد يسيب اللاعب ويرجع يدفع فيه الملايين. ويا ترى مين هيمشي بعد كاريراس؟ هقول لك صديقي الملكي، بسبب وصول كاريراس إدارة الريال قررت تعرض ميندي وفاران جارسيا للبيع. ولو جت عروض كويسة ممكن الاتنين يمشوا، بس لو القرار بإيد ألونسو هو ممكن يفضل يحتفظ بجارسيا عشان يساعد كاريراس في الجبهة الشمال. اوعى تمشي صديقي الملكي، في صفقة تانية نارية. دين هايسون مدافع بورنموث، ريال مدريد وصل لاتفاق مبدئي لضم المدافع الأسباني الشاب دين هايسون من بورنموث. قيمة الصفقة حوالي 50 مليون جنيه استرليني، يعني تقريبا 60 مليون دولار. اللهم بارك، 50 مليون يورو 60 مليون دولار. بريز فك المحفظة وهينفخ الجول. ده احنا عندنا لما الفريق بيدفع 20 مليون جنيه بيعمل فرح وعقيقة. نرجع لهايسون تاني. اللاعب وافق على العرض خلاص، والصفقة هتتم قريب جدا بعد التوقيع. هايسون كان هدف الريال من زمان، ولعب فترة في يوفنتوس وروما. مستواه تطور جدا لحد ما دخل المنتخب الاسباني. الونسو شايفه قطعة اساسية في مشروع تقوية الدفاع وعايزه يخلص الصفقة دي قبل كاس العالم للأندية، ضروري جدا. اما ارنولد فالريال بيحاول يخلص التعاقد مع ترينت الكسندر ارنولد باسرع شكل ممكن عشان ينضم للفريق قبل كاس العالم للانديه هو كمان. يبقى كده الدفاع في ريال مدريد داخل الموسم الجاي بثلاث صفقات قويه جدا، كاراراس وهايسون وارنولد صديقي الملكي. وفي كلام ان ارنولد هيلعب كاس العالم للانديه مقابل تقريبا 2 مليون يورو لليفربول، يعني يتنازلوا عن الفتره ديت من عقده. اما بديل توني كروس، الفراغ اللي سببه توني كروس بعد اعتزاله، في اسم جديد بيظهر وهو ماك أليستر. ريال مدريد بيدور على لاعب خط وسط يعوض رحيل توني كروس، وعينه دلوقتي على نجم ليفربول أليكسيس ماك أليستر. والنجم الأرجنتيني عاجب جدا تشابي ألونسو بسبب قدراته الكبيرة في ربط الخطوط والتحرك بين الدفاع والهجوم. ريال مدريد قدم عرض مبدئي ب90 مليون يورو، لكن ليفربول رفض البيع، واللاعب مرتاح مع المدرب الهولندي الجديد آرني سلوت. النادي الانجليزي مش عايز يخسر نجم تاني، خصوصا بعد خسارة ترينت الكسندر ارنولد، وخصوصا برضو ان هم عايزين يحصلوا على دوري ابطال اوروبا او ينافسوا عليه صديقي الملكي. مع ذلك ماكاليستر اسمه لسه مطروح داخل مدريد، والادارة مش ناوية تستسلم بسهولة. كانوا استسلموا في صفقة كيليان امبابي. اما بالنسبه لراؤول اسينسيو، في كلام ان استبعاد راؤول اسينسيو من تشكيل الونسو. راؤول اسينسيو اللي كان عنصر مهم مع انشيلوتي، الونسو قرر يخرجه من التشكيل الاساسيه. قالها صريحه جدا، اداؤه مش مناسب حاليا لخطته، بس لسه عنده فرصه يثبت نفسه ويرجع اقوى. اما بالنسبه للمواهب الاكاديميه، الونسو بيبدا مشروع طويل الامد. المدرب مهتم جدا بمواهب الاكاديميه، وقرر يضم اللاعب خوان مارتينيز للفريق الاول بدايه من الموسم الجديد. مارتينيز اصلا كان غايب بسبب اصابه طويله، لكن بيتم اعتباره موهبه استثنائيه. صفقة مجانية، لابورتو بيعرض نفسه على الملكي. إمريك لابورتو مدافع النصر السعودي عايز يرجع أوروبا ويطلب اللعب في ريال مدريد مجانا، مستعد يتنازل عن عقده في السعودية
عشان يحقق حلمه باللعب في البرنابيو. لكن الريال لسه مش مقتنع قوي، خصوصا إن اللاعب عنده 30 سنة وسياسة النادي بقت ترتكز أكتر على الشباب، بس برضه ممكن يبقى صفقة قصيرة المدى مفيدة لو تمت الصراحة. أما في النهاية صديقي الملكي تشابي ألونسو جاي بفكر مختلف، عايز ريال مدريد يرجع يسيطر محليا وأوروبيا، هيغير كتير في التشكيل والدور الأساسي هيكون للمجتهد بس. استعد الموسم كله نار وتحولات كبيرة في تشكيلة الملكي صديقي الملكي، لكن الأهم من صفقات ريال مدريد كلها ما تنساش الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس.